السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الجزء الرابع النهاردة في اليوم الرابع مع تدبر آية. والآية بتاعت النهاردة قول الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. الآية النهاردة يا شباب ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم فيها لعلاج العلاقات السامة. الفترة الأخيرة بدأنا نسمع عن العلاقات السامة والمصطلح دوت والشخصيات التوكسيك اللي دايما بيأذونا وبيبوظوا علينا حياتنا وعايزين يضرونا. ربنا سبحانه وتعالى حط لك العلاج اهو في القرآن من زمان قوي. الناس اتجمعت عايزين يضروك، عايزين يأذوك، قول حسبنا الله ونعم الوكيل. وربنا يقول لك على طول البشرى في الآية الثانية: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. مش هتضر طول ما ربنا هو حسبك، طول ما ربنا هو وكيلك، طول ما ربنا هو كفيلك، طول ما ربنا هو اللي منعك وحميك. انت قلقان من ايه؟ خليك مطمن، خليك متعلق بالله سبحانه وتعالى، وردد دائما حسبنا الله ونعم الوكيل. هتلاقي حل لمشاكلك، للعلاقات اللي ممكن تكون بتضرك وبتأذيك، لأي قلق جواك، وهتحس بأمان واطمئنان جوه قلبك لأن انت وكلت ربنا أمرك سبحانه وتعالى. واعلم لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. خليك مطمن وردد حسبنا الله ونعم الوكيل. اشوفكم بكرة إن شاء الله مع تدبر آية.